أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم عن طبيعة ثنائي الفريق مصطفى شلبي ومصطفى الزناري خلال مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي عقب نهاية مباراة الزمالك منذ قليل مع البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري العام والأسبوع العشرين، فاللقاء الذي انتهي منذ قليل وحقق الزمالك فوز منذ قليل على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف سجل أحمد سيد زيزو ليحصد 3 نقاط مهمة، حيث كشف عن تعرض مصطفى الزناري لاعب ومدافع الفريق إلى إصابة في العضلة الخلفية. أما مصطفى شلبي لاعب الفريق فتحدث محمد أسامة عن إصابته عبارة عن إصابة في العضلة الضامة. الثنائي سيخضع لفحوصات طبية في الساعات القادمة لتحديد موقفهم في الفترة القادمة. أوضح جوميز المدير الفني للفريق عن سبب عدم البدء بمهاجم صريح في مباراة الزمالك اليوم أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز الزمالك. جوميز أكد أن الفريق الخصم كان في خطته الضغط علينا من الأمام لمنع الزمالك من نقل الكرة، في النهاية لعبنا وفق خطة مناسبة للمباراة. وعن البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق وظهورة بمستوى جيد في الفترة الأخيرة، أكد أن سامسون لاعب قدير ومميز وقادر على أن يلعب في عدة أماكن في الملعب. من أهم مميزاته أنه يمتلك نقطة قوة بالوقوف على الكرة واستلام الكرة تحت ضغط، فهو لاعب لا يحتاج لمساحات كبيرة للتحرك، وهو سبب في هدف الفوز بركلة الجزاء التي تسبب فيها. كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولكن غاب التوفيق عنا في أكثر من